احنا طول الوقت بنتعامل مع ناس في الشغل، في البيت، في الشارع، وحتى على السوشيال ميديا. الغريب ان علاقتنا بيهم مش واحدة. في شخص اول ما بتشوفه بتحس براحة غريبة وكأنك بتعرفه من زمان، وفي شخص تاني مهما حاولت تقرب منه او تفهمه بتلاقي بينكم حاجز مش مفهوم. الموضوع مش صدفة ومش حظ، ده ليه علاقة بطريقة تفكيرنا وانماط شخصياتنا. وعلشان كده بيفضل السؤال اللي بيحيرنا: ليه في ناس بنرتاح ليهم من اول دقيقة وناس تانية مهما حاولنا مش قادرين نفهمهم؟ وعلشان نفهم ليه ده بيحصل لازم نرجع ونسأل نفسنا: هل كل الناس شبه بعض؟ الحقيقة لا، لأن كل واحد فينا بيتبع نمط شخصية مختلف، وعلشان لكل إنسان طريقة مختلفة في التفكير ورد الفعل. لو قدرنا نحدد النمط اللي بيتصرف بيه هنفهمه أسرع ونتعامل معاه بشكل أذكى. يمكن اللي بيتعبنا مش الظروف ولا الشغل، اللي بيتعبنا فعلا هو التعامل مع الناس، لأن المجهود النفسي اللي بنصرفه في العلاقات أكبر بكتير من أي مجهود تاني. الشغل ممكن نتعلمه والظروف ممكن نتأقلم عليها، لكن فهم الناس والتعامل معاهم هو التحدي الحقيقي. وعلشان كده التعامل مع البشر هو اللي بيستنزفنا أكتر من أي حاجة تانية. ولأن العلماء لاحظوا إن كل شخص بيتصرف بطريقة مختلفة عن التاني، مش مجرد مزاج أو ظروف، علشان كده قرروا يقسموا الشخصيات لأنماط مختلفة بتساعدنا نفهم بعض أكتر. كل نمط شخصية عنده نقاط قوة بتخليه مميز في مواقف معينة. النقاط دي هي اللي بتخليه يحقق إنجازات ويأثر في الناس اللي حواليه. وزي ما لكل نمط نقاط قوة، لكل نمط كمان عيوب ممكن تسبب مشاكل. لو معرفناش العيوب دي ممكن نقع في مشاكل أو سوء تفاهم مع الناس. ومن خلال كتاب محاط بالحمقى هنقدم الشخصيات الأربعة اللي بيقدمها الكاتب. هنبدأ نشرح كل شخصية على حدة، من التعريف بيها لمميزاتها وعيوبها وكمان طريقة التعامل معاها. النهاردة هنتعمق خطوة خطوة ونتعرف على كل نمط شخصية وازاي نفهمه كويس. ودلوقتي هنتكلم على نمط شخصية قوي وحاسم، اللي دايما بيحب يمسك زمام الأمور ويكون في المقدمة. الناس دي سريعة في اتخاذ القرارات وما بيضيعوش وقتهم، عندهم قدرة على القيادة وبيشدوا انتباه اللي حواليهم. لكن زي أي شخصية قوية ليهم مميزات وعيوب، وده اللي هنتعرف عليه خطوة بخطوة. هنتعمق في الشخصية الحمراء ونتعلم ازاي نفهمها ونتعامل معاها بذكاء. هنبدأ بالتعريف بالشخصية، ومن خلال التعريف ده هتقدر تفهم طبيعة الشخصية اللي قدامك، والخطوة دي هتخليك أذكى في التعامل مع أي شخص حوالينا وتفهم تصرفاته بسهولة. الشخصية دي دايما بتحب تمسك زمام الأمور، بيحب يكون لها السيطرة على المواقف والقرارات سواء في الشغل أو حياتها الشخصية، وده بيخليها واضحة في تصرفاتها. اللي حواليها بيحسوا بالأمان لما يعرفوا مين المسؤول عن القرار. دايما بيكون عايز يكون في الصدارة، مش بيحب يلاقي نفسه في الخلفية. لما يكون في فريق أو مجموعة طبيعي إنها تتولى القيادة وتحدد الخطوات. عنده شجاعة بيخليه يواجه أي موقف صعب من غير تردد. قيادتها مش مجرد سلطة، لكنها طريقة طبيعية لتحقيق الإنجازات. الشخصية الحمراء دايما سريعة وفعالة، مش بتحب تضيع لحظة واحدة. كل دقيقة بالنسبة ليها مهمة، وده بيخليها منتجة جدا في شغلها وحياتها اليومية. لو في حاجة ممكن تتعمل النهاردة ما بتأجلوش لبكرة. اللي حواليها بيتعلموا منها الانضباط والسرعة في الإنجاز، لأن إدارتها للوقت جزء مهم من قوتها وشخصيتها القيادية. في النهاية الشخصية الحمراء حاسمة، بتميل للحزم أكثر من المجاملات، مش بتحب الكلام الفارغ اللي ملوش لازمة. لما بتقول كلمة بيكون قصدها واضح ومباشر، وده بيخلي التعامل معاها صريح. الناس ممكن تحس أحيانا إنها عنيفة أو مسيطرة، لكن ده جزء من أسلوبها في إدارة الأمور. وبعد ما فهمنا طبيعة الشخصية الحمراء، دلوقتي هنشوف مع بعض إيه المميزات اللي بتميزها عن غيرها. الشخصية الحمراء دايما بتركز على الهدف النهائي، مش على التفاصيل أو الكلام الكتير. كل خطوة بتاخدها محسوبة بحيث توصل للنتيجة بسرعة وفعالية، وده بيخليها منتجة جدا ومؤثرة في أي فريق أو مشروع. اللي حواليها بيتعلموا منها إزاي يحطوا النتائج قدامهم ويشتغلوا بتركيز، لأن الاهتمام بالنتائج هو اللي بيخليها دايما متقدمة عن غيرها. الشخصية الحمراء مليانة طاقة وحماس، وده بيأثر على كل اللي حواليها. لما بتشتغل في فريق بتعرف تشجع الناس وتحفزهم على العطاء أكتر. الناس بتحس بالحماس معاها، وده بيخليهم يشتغلوا بطاقة مضاعفة، لأن طاقتها مش بس شخصية لكن طريقة طبيعية لتحريك الأمور لقدام. ما بيخافش من المخاطر. الشخصية الحمراء جريئة وما بتهابش المواجهات أو التحديات. لما بيواجه مشكلة بيكون أول اللي بيتحرك ويواجه الوضع بشجاعة، لأن الجرأة دي بتخليها متقدمة على غيرها في كل موقف. واللي حواليها بيتعلموا منها إزاي يواجهوا المخاطر من غير خوف حتى في أصعب المواقف. الشخصية الحمراء عندها القدرة على اتخاذ قرار سريع وحاسم، ما بتضيعش وقت في الحيرة أو الشك، وده بيخليها محل ثقة لأي فريق. اللي حواليها بيعرفوا إن لما يكون في شخص قراره حاسم الأمور هتمشي على الطريق الصحيح، وده اللي بيخليها دايما شخصية مؤثرة وموثوق فيها. وزي ما قدمنا التعريف بالشخصية ووضحنا مميزاتها، دلوقتي بيجي الدور نكشف عن العيوب، الحاجات اللي لازم ننتبه ليها ونتعامل معاها بحكمة. الشخصية الحمراء ساعات بتظهر عصبية وممكن تفقد صبرها بسرعة، وده بيخلي التعامل معاها تحدي في مواقف الضغط أو الخلاف. اللي حواليها أحيانا بيحسوا بالتوتر لما تتصرف بعصبية، بتكون عنيدة وبتتمسك بآرائها حتى لو كانت غير صحيحة. أحيانا سلوكها الحازم ساعات بيتحول لشكل من أشكال السيطرة أو الديكتاتورية، وده ممكن يخلق توتر في الفريق أو العلاقات الشخصية. لكن لو عرفنا
نقاط القوة والضعف نقدر نتعامل معاها بحكمة ونفهم اسلوبها. الوعي بالعناد ده بيساعدنا نختار المعركة الصح وما ندخلش في صدامات غير ضرورية. اوقات الشخصية الحمراء بتتسرع وبتاخد قرارات من غير تفكير كافي، لكن الفكرة مش انها سيئة، ده جزء من اسلوبها المباشر وحبها للتحرك بسرعة. اللي يهمنا هو نعرف امتى ندعمها ونوازن سرعة القرار بحكمة. الشخصية الحمراء صريحة جدا، ساعات كلامها بيجرح الناس من غير ما يكون قصدها كده. ممكن تقول كلمة قوية او تنتقد بطريقة مباشرة تحسس اللي حواليها بالاهانة. فهم الصراحة المباشرة دي جزء مهم علشان نتعامل معاه بدون حساسية زايدة، لان الوعي بالنقطة دي بيخلينا نقدر نتواصل معاها بذكاء ونخفف الاحتكاك. ودلوقتي بعد ما فهمنا الشخصية الحمراء كويس نقدر نفهم ازاي نتعامل معاها بطريقة تخلي التواصل اسهل وبتجنب المشاكل. فعلشان كده لازم تكون واضح ومباشر في التعامل معاها، لان الشخصية الحمراء ما بتحبش اللف والدوران او الكلام الغامض. لما بتكون واضح ومباشر الوضوح بيساعدها تفهم موقفك بسرعة وتتخذ القرار المناسب. اللي حواليها بيحسوا بالراحة لما يكون الكلام صريح ومفيش غموض. تاني حاجة تديله النتيجة على طول، لانه مهتم بالنتائج اكتر من التفاصيل الطويلة. لما تقدم ليه النتيجة بسرعة بتحس بالفعالية والجدية، والكلام الكتير ممكن يشتت انتباهها او يضيع الوقت. اللي حواليها بيتعلموا منها التركيز على النتائج بدل التفاصيل الزايدة. تالت حاجة ما تضيعش وقته بالكلام الكتير، لان الشخصية الحمراء عندها صبر محدود للكلام الطويل او المجاملات الكتير. ركز على المهم وقدم المعلومات بسرعة واختصار، واللي حواليها هيقدروا التعامل المباشر ويستجيبوا بسرعة. التركيز على الجوهر هو سر رضاها وسهولة التواصل معاها. واخيرا خليك واثق وانت بتتعامل معاها. الشخصية الحمراء بتحترم الثقة والوضوح في الشخص اللي قدامها. لما تكون واثق هتتعامل معاك بشكل ايجابي وتاخد كلامك بجدية. اللي حواليها بيتعلموا من اسلوبها ان الثقة بالنفس جزء من التعامل الناجح، لان الثقة هي المفتاح لبناء علاقة قوية وفعالة معاها.